أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر، وحلقة النهاردة بعنوان أبو دم خفيف. في وسط أيامنا العادية التقليدية وفي زحمة المشاغل والمشاكل اللي بتحاصرنا من قبل حتى اليوم ما يبدأ، وإحساسنا المر بالروتين واللي أحيانا بيمنعنا من إننا نحاول نغيره أو حتى نشوفه بشكل مختلف، في وسط كل ده بنحتاج نضحك. نضحك على أي حاجة، نضحك على كل حاجة. أصل مش هنعيط يعني، أصلنا جربنا قبل كده وهمومنا زادت مقلتش، ومش ناقصين صداع ووجع دماغ. إحنا أساساً عايشين بالمسكنات. الحل إننا نضحك. بمجرد إنك تاخد القرار ده فبتلاقي نفسك مبسوط ومبتسم من قبل حتى ما تلاقي الحاجة اللي هتضحك عليها. وفي الحالة دي إما بتدور على حاجة تضحكك، فيلم، نكتة، أو ذكرى طريفة مريت بيها زمان بتسترجعها وتضحك تاني عليها، أو بتدور على حد قعدته حلوة دمه خفيف يهون عليك هموم الدنيا ويشغلك شوية ولو حتى دقايق عن التفكير المستمر. هتلاقي دايما في كل عيلة الحد ده غالبا يعني، أو حد من أصحابك معارفك، حد كده دمه خفيف عنده ما شاء الله سرعة بديهة، ربنا ميزه بالقبول. أول ما تشوفه أو تفكر فيه بتحس براحة عجيبة وبتترسم على وشك ابتسامة عريضة حتى من قبل ما تقعد معاه أو تتكلم. الحد ده يمكن ما بيبقاش واخد باله من الصفة الجميلة اللي عنده دي في الأول، لغاية ما الناس اللي حواليه يبتدوا يقولوله أنت بصراحة دمك خفيف قوي، مش معقول، ده أنت فقر يا أخي. والحقيقة أنا مش عارفة إحنا ليه بنقول لأبو دم خفيف أنت فقري. حاولت أدور على أصل الحكاية دي بس للأسف معرفتش هي جات منين وإيه حكايتها. يا ريت لو حد فيكم يعرف يبقى يكتب لي في التعليقات. المهم لما بيبتدئ أبو دم خفيف يعرف الصفة دي فيه بيستخدمها صح، وبيكون عند حسن ظننا فيه، دايما مبتسم بيضحك ويضحك اللي حواليه ويهون المشاكل ويداوي الألم بالضحك، وكل الناس تحسده على روقانه وطولة باله وإنه مش بيدي لأي شيء قيمة، دايما بيضحك ولا بيهمه. بيحسدوه على الضحكة ومتهيأ لهم إنه سطحي، ما بيفكرش زيهم ولا عنده هموم زيهم ولا بيتوجع زيهم. بس الحقيقة كل الناس دي غلطانة. أبو دم خفيف بيفكر وعنده هموم وموجوع أكتر من ناس كتير، بس الاختلاف الوحيد اللي بينه وبين الناس دي إنه مش عاوز يزود هموم اللي حواليه. هو حاسس بكل اللي حواليه ومقدر مشاعرهم، علشان كده بيحاول يخفف حمولهم وألمهم وبيساعدهم باللي بيقدر عليه، مش بالضحك وبس. أبو دم خفيف اختار طريقه في الحياة، إنه هيهون على نفسه وعلى غيره رحلة الحياة الصعبة بالضحك والسخرية أحيانا. مش عيب خالص على فكرة، ده منتهى العمق والإدراك، مش سطحية خالص. مش معنى إنه ساكت وما بيشتكيش طول الوقت وبيبان لنا مبسوط وباله رايق إنه ما عندوش مشاكل وهموم، بالعكس هو بس طريقه مختلف عننا. طريقه صعب. سهل جدا تلاقي حد يبكيك، بس صعب قوي تلاقي حد يضحكك. محظوظ قوي أي حد فينا يكون في حياته أبو دم خفيف ده، وساعات بيبقى أكتر من حد. يعني لو عدينا لستة الأسماء هنلاقي ناس كتير في حياتنا بيرسموا الضحك على وشوشنا وبيساعدونا بوجودهم وخفة دمهم. وأهم حد في لستة الأسماء دي بالنسبة لي هي أسماء. شكرا يا أسماء على القعدة الحلوة والضحكة الصافية اللي طالعة من القلب وكرم الضيافة والجدعنة. لازم نحافظ على الناس الحلوة دي في حياتنا ونقدرهم ونشاركهم في أحزانهم قبل أفراحهم زي ما بيشاركونا، ونحاول نتعلم منهم ونقلدهم علشان نهون على نفسنا وعلى اللي حوالينا رحلة الحياة الصعبة. لازم نضحك. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.